ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الليل. النهارده بقى يا حبايب قلبي جايبين الزيتون الجميل بتاعنا هو بعد الموسم بتاعه دلوقتي. حاولوا تجيبوه بقى انا دلوقتي جايبه الكيلو ب30 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب40، يعني على حسب المنطقه. قولوا لي بقى كل واحده بتجيبوه من عندكم في المنطقه بكام. انا عندي هنا جايباه ب30 جنيه. شايفين جماله وحلاوته عامل ازاي؟ جبته دلوقتي طبعا ونقعته في الطبق اهوت، بغسله حلو قوي اهو من اي تراب واي حاجه. مش يا حبايب قلبي؟ طبعا في شجره زي كده هنرميها، اي حاجه زي كده اهو. اهو يا حبايب قلبي ماشي، مش عايزه تشيليها عادي هنحطها عادي فيها، بس حاولي لو تقدري تشيلي الكبير ده هنشيله. يلا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه التخليل بتاعه وهنعمل ايه بالظبط وهنعبيه ازاي في البطرمانات. يلا خليكم معايا واحده واحده كده يا حبايب قلبي. انا عصرت حبه ليمون اهوت بتاع مثلا كيلو ونص كده اهو، دوت عصرته. انا بقى هعمل بقيه الليمون في الخلاط. هنعمل ايه بالقشر بحاجته كلها كده، انا بحب اعملها في الخلاط بتطلع تحفه. يلا اوريكم ازاي يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. كده بقى يا حبايب قلبي انا جبت الخلاط بتاعنا وقطعت الليمون بعد ما غسلته نصين، وحطيت معاه جزر وحطيت معاه كرفس، وهنزل بالفلفل الحراق. ده اختياري مش اجباري، اللي بيحب الزيتون حراق هيحطه كده. انا مقطعاه حتت كده يا حبايب قلبي. هضربه وارجع لكم تاني، خليكم معايا كده يا حبايب قلبي. بقى بعد ما خلصته ضربته في الخلاط، تعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي الليمون اللي احنا عصرناه في الاول خالص ماشي، زي ما انا ما قلت لكم كده يا حبايب قلبي اهو، بتاع كيلو ونص كده ماشي. طبعا ما بيطلعش، عشان كده بقى رحت قلت ايه، طبعا اللي مش قادر يعصر بايده هنجيب الخلطه ديت زي ما انا بقول لكم كده، تحفه ولا فيها تعب ولا فيها اي حاجه، وفي السريع يكون الليمون بتاعك اتخلل في في لحظه. وهنجيب الملح الخشن او الملح التاني لو انت مش لاقيه الخشن ماشي، انا جايبه اللي هو الخشن ده اهو. هحط الكيس كله كده ماشي على معيار 5 كيلو زيتون اهو. وهحط تاني ملح تاني، بس انا عشان ال3 بطرمانات دولت اهو، وفي بطرمانين تاني. هنقلب كده الملح خالص يا حبايب قلبي ونشوف الحداق بتاعه اهو. الفلفل عامل شغل حراق جدا. هنزل يا حبايب قلبي بنص الكيس الملح تاني اهو. انا الزيتون جايباه ب30 جنيه، الليمون كيلو ونص ب10، الفلفل الحراق دوت جايباه ب12 الكيلو اهو يا حبايب قلبي. كده انا كده خلاص اهو. شايفين الجمال عامل ازاي؟ شايفين اهو. طبعا انا عامله حبه قشر اللي هيتحطوا على الوش من فوق. الطريقه دي جميله جدا 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 وسهله. الجزر مع الليمون مع الكرفس مع الفلفل ماشي. حطيت وانا كنت عصره بتاع كيلو ونص ليمون، حطاهم في طبق لوحدهم. بعد كده ضربت الباقي في الخلاط بتاع كيلو ونص تاني مع الفلفل مع الجزر مع الكرفس وكده ماشي يا حبايب قلبي. وكده حطيناهم على بعض اهوت، وحطينا كيس ونص من الملح. كيس الملح ده تقريبا 300 جرام ماشي. يلا نعبي بقى مع بعض يا حبايب قلبي في البطرمانات بتاعتنا الجميله كده، عشان مطولش عليكم الفيديو. وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني، وما تنسوش تدعوا لي يا حبايبي، واللايك والشير والسبسكرايب يا حبايب قلبي. ماشي انا ملخبطه جامد معلش حقكم عليا ماشي. خليكم معايا. ورجعت لكم بقى يا حبايبي، وهحط هنا قرنين فلفل صغيرين كده يدوا طعم برضو. شايفين القرن الاحمر ماشي. وهنعبي بقى الحاجه بتاعتنا كده بسم الله ماشي. طب انا هعبي وارجع لكم تاني يا حبايبي، عشان ما طولش عليكم الفيديو. اديكم انتوا شايفين انا بعبي ازاي، خليكم معايا يا حبايبي. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما عبينا الزيتون بتاعنا وجبت القشر بقى كده ورحت حاطاه من على الوش كده اهو. شايفين الجمال اهو اه. هنعمله كده اهو ماشي.
هنقفل على كده؟ لا مش هنقفل على كده، هنحط التكايه اللي تحفظ معانا الزيتون بتاعنا. خليكم معايا اهو. نجيب حبه زيت صغيرين كده، مش عارفه الصوره واضحه ولا لا اهي. شايفين نقطه الزيت دي بتحفظ الليمون وبتديله لمعه حلوه جدا. شايفين اهي. طبعا هنعمل مع ايه البطرمانين التانيين نفس الحوار اهو كده اهو ماشي. وادي التالت بس كده يا حبايب قلبي، وهنغطيهم بألف هنا وشفا. يا رب تكون بس الطريقه عجبتكم وتكون سهله وبسيطه وما كنتش طولت عليكم الفيديو حبايب قلبي. وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.